الحق يا دكتور، ابويا ضغطه عالي 180 على 100. عايزين نديله حقن لازكس بقى، هو متعود عليها على طول. فين الحقن الحلوة بتاعتك يا دكتور؟ طبعا الكلام هذا ما ينفعش. المريض اللي عايقينه الى الطوارئ ضغطه عالي بنقسمه الى نوعين اثنين. الذي هيبرتنسيف ان نقول هيبرتنسيف امرجنسي، والثاني هيبرتنسيف يورجنسي. الهيبرتنسيف النوع الاول نقول هذا يعني انه واحد ضغطه عالي غالبا أكثر من 180 على 120، والضغط العالي هذا يسبب له مشكلة في عضو حيوي من جسمه زي المخ أو الرئتين أو القلب أو الكلى أو العين. هذا حاجات تهدد حياة المريض. أما النوع الثاني اللي هو الهيبرتنسيف يورجنسي، نقول انه هذا من النوع الثاني، انه مريض اتى الى الطوارئ وضغطه عالي لكن ما فيش اي مشكلة ثانية. نقول انه ما عندوش يعني ما عندوش علامات خطر. في فرق في التعامل بين الحالتين ذو. المريض هذا يكون مريض ضغط، يكون معه علاج ضغط، ما مثلا ما استخدم العلاج تبعه او العلاج غير كافي له، نظبط له العلاج والجرعة تبعه الذي هو ماشي عليها. ممكن نزي او ممكن نديله اقراص الكوبتوبرال في الطوارئ تحت اللسان او شرب، او ممكن نحجزه تحت الملاحظة في قسم الباطنية 24 ساعة، وممكن نروحه البيت ما نحجزوش ويرجع لنا الى العيادة بعد 24 ساعة في العيادة الخارجية علشان نقص الضغط تبعه. 180 على 100 وهتروحوا البيت؟ ده كده ممكن يجيله نزيف في المخ. احنا عايزين ننزله الضغط بسرعة. بص يا عم،